بتبدأ القصة بزوجين جارد وآنا، وجارد بيفاجئها بإنه اشترى بيت جديد، فآنا بتفرح وبترجع تحضنه، وبعدها بكام سنة بنعرف إن حياتهم مش مستقرة ومكملين مع بعض عشان الأطفال. وفي يوم آنا بتصحى على صوت بنتها وهي بتسألها على باباها، وبتحضنها وبترد عليها بإنه هيرجع قريب، وبعدها بتوصل بناتها للمدرسة وبترجع تظبط في البيت، وبيجيلها تليفون من صاحبتها ويلا، وكانت بتهزر معاها وقعدوا يتكلموا شوية ويضحكوا ويهزروا مع بعض. بس فجأة بيجيلها تليفون من جوزها، فلما بترد بتسمع رسالة منه وبيتأسف لها على إنه بيخونها وبيرجع يقول لها إنه بيحبها، فبتحاول تتصل بيه بس موبايله مقفول، فبترجع تكمل شغل البيت لحد ما بيوصل المأمور وبيرجع يقول لها ان جوزها توفى. وانا بتتصدم وبيقاطعها بان عربيه نقل خبطته، فبتقول له ازاي ده كان لسه سايب لي رساله، فبيرجع ياكد كلامه، فبيعزيها وبيتاسف لها وبيمشي. وبنرجع لانا اللي كانت مش مصدقه ومش عايزه تتقبل الموضوع، وبنعرف ان هي كانت فاكره ان هو لسه عايش، فبتروح وتجيب بناتها وبتقول لهم عن وفاه والده. وفي نفس اليوم بنشوف مامتها معاها، وبالليل بترجع تقول لها احنا لازم نشوف وصيته، فبتقول لها مش وقت. ولما بتمشي بتروح وبتاخد صورهم مع بعض وبتقعد تعيط على الكنبه وبتفتكر حياتهم مع بعض. وتاني يوم وهي نازله لتحت بتلمح شنطه جارد على الارض وبتسمع صوته في البيت، فبتمشي ناحيه الصوت وهي مستغربه، وبتتفاجئ اكتر لما بتلاقيه قدامها وعايش وبيشرب قهوه، فبتبص له بطريقه غريبه، فبيرجع يسالها مالك، فبتقول له مفيش انا كويس، فبيسالها على البنات وانا ما بتردش عليه. وبعدها بيروح على شغله وهي بتكون في حاله صدمه، وبعدها بتوصل بناتها للمدرسه وبترجع على البيت وبتبص على الفويس ميل بس ما بتلاقيش حاجه، وفهمت ان ده حلم، فبتخرج وبتمشي بالعربيه عشان تفصل من ايه اللي حصل، بس عربيه شرطه بتوقفها وبتلاقي ان ده المأمور وما جابش سيره الموضوع وكان بيسلم عليها مش اكتر، فبترجع وبتستحمى وبتنظف البيت بعدها قبل ما تنشر الغسيل، بس بتتكعبل بسبب لعبه وبتفحص بايديها غراب ميت، فبتجري على جوه عشان تغسل ايديها بسرعه لانه كان متحلل، وبترميه في الباسكت وبترمي الجوانتي معاه، وبيتجمعوا بالليل على العشاء وجوزها بيديها ظهره لما بتحاول تقرب له. وتاني يوم بتلاقي نفسها لابسه اللبس بتاع يوم الحادثه، بخلاف ان هي بتلاقي كل التفاصيل بتاعت يوم الحادثه، فوهي مستغربه بتروح على الحمام وبتلاقي حبوب مكتوب عليها اسمها، ولما بتخرج من الحمام وبتنزل لتحت بتلاقي نفسها في اليوم بتاع العزاء وهي مرعوبه. بترجع تقول لهم في ايه العزاء ده بتاع مين، وان جوزها لسه عايش، والناس كانوا مستغربين، فبتمشي وبتخرج بره وبيفتكروا ان هي اتجننت، وبتروح وبتشيل واحده من بناتها والتانيه كانت بتتمرجح، فبتروح لها عشان تشيلها بس بتلاقي جروح شديده على وشها ومش بتكون عارفه ايه اللي عمل كده، فبترجع تسالها مين اللي عمل فيها كده، فاختها التانيه بتقول لها ان هي كويسه وهتخف بسرعه. وفي نفس اليوم بيروحوا كلهم على الكنيسه عشان العزاء وجثته بتوصل في نفس الوقت، وبترجع تقول لهم انه لسه عايش، وهي بتشوف عربيه نقل الموتى بس بياكدوا عليها انه ميت، فبتقول لهم معلش، وبتروح ناحيه عربيه نقل الموتى وكانت بتحاول تشوف جثته وبتتخانق معاهم لما بيمنعوها، بس وهم بيطلعوا بيقع ودماغه بتتدحرج على الارض، فبتصرخ وبتجري ناحيته وبتكون مش مصدقه اي حاجه من اللي حصلت. وبنرجع بعدها وبنكمل العزاء وبنفهم ان هي صدقت خلاص، وكانت بتبص على واحده واقفه بعيد، فبتروح ناحيتها وبترجع تسالها انت مين، فبتقول لها ان هي زميلته في الشغل، بس انا بتكون مش مصدقاها، فبتركب عربيتها وبتتاسف لها وبتمشي وبتسيبها وبتسيب انا وهي مش مستوعبه حاجه، وبترجع بعدها على البيت عشان تشوف البرشام اللي شافته قبل كده وبتلاقي عليه اسم الدكتور اللي كتبه وبيكون دكتور نورمان، فبتدور على رقمه في الدليل بس بتلاقي الصفحه اللي فيها اسمه مقطوع، فبتاخد بالها من حاجه في الزباله، فبتروح وبتلاقي الورقه موجوده هناك، فبتحاول تتصل بيه بس ما بيردش، فبترجع تقعد مع بناتها وبيوصل واحد ما كانتش تعرف، فبتستغرب منه عشان ما تعرفوش، فرجع قال لها انا دكتور نورمان، واللي خلاها تقول له مستحيل، فالمأمور بيكون مستغرب من رد فعلها، فبيرجع يسالها ازاي بنتها اتعورت، فبتتعصب وبتقوم وبتقول انا مستحيل اذي بناتي، وقعدت تتكلم زي المجنونه وكلامها بيكون مش طبيعي، فبيمسكوها بياخدوها على العربيه عشان يودوها مستشفى الامراض النفسيه، فوهي هناك بتسمعهم بيقولوا ان جوزها مات يوم الاربعاء وعرفوها يوم الخميس وان هي زارته يوم الثلاث، فبتتصدم من كلامهم وبتكون مش عارفه مين نورمان اصلا، فبياخدوها وبتكون مستسلمه ليهم وبيحقنوها بمهدئ اعصاب، وبتصحى بعدها في بيتها وبتسمع صوت الدش، فبتمشي ناحيه الحمام ولما بتدخل بتلاقي جوزها عايش وبيستحمى كمان، فبتبص له وهي مصدومه، فبيسالها في ايه كانك شفتي عفريت، فبتتصدم اكتر انه واقف قدامها وبترجع وبتحضنه من ظهره، ولما بيسالها مالك بتحضنه اكتر وهي خايفه، وبعدها بتخرج عشان تشوف بناتها ومش بتلاقي جروح على وشها، فبتضحك وبتظبط لها شعرها وبتوديهم على المدرسه قبل ما تاخد عربيتها وترجع على البيت، وبتشم ريحه منتنه طالعه من الباسكت، فبتمشي ناحيته وبتفتحه وبتلاقي فيه نفس الغراب اللي داست عليه وبيكون متحلل وعدى عليه ايام، فبتجري على البيت وبتدور على الحبوب بس مش بتلاقيهم في وسط الدربكه، فبتروح عشان تشوف الدليل وبتلاقي الورقه موجوده ومش مقطوعه، فبتقطعها هي قبل ما تروح وتزور دكتور نورمان وبتحكي له على كل اللي حصل معاها، وبتقول له انا لسعت يا دكتور، فضحك وقال لها معلش، فبتقول له انا بتكلم جد، قام قال لها عارف، فبصت له وهي مستغربه ورجع قال اعملي سبسكرايب في القناه، فبتقول له اعمل ده ازاي، قال لها في زرار قدامك تحت، فقالت له انا عملت اهو سبسكرايب، فبيقول لها وفعلي الجرس كمان، فبتفعله، وخلاصه المشهد ده ان هي فعلا زارته وهي اللي قطعت الورق، وبعدها بتروح على مكتب جارد وبتحكي له عن اللي بيحصل معاها بس مش بيقتنع بكلامها، بيقاطعهم نفس الست اللي كانت معاهم في العزاء وبتفهم انه بيخونها معاها وبتكون مصدومه، فبيبصها ويقول لها ان عنده شغل وفعلا كان عنده شغل، فبتتاكد انه على علاقه بيها وبترجع عشان كانت بتفكر تاخد العلاج بس بتقلق وبترميه في الحوض، وبعدها بحبه كانت بتمطر بره، فبتطلب من بناتها يدخلوا جوه، فبنتها وهي بتجري في البيت بتتخبط في الازاز، وطبعا بنفهم الجروح دي جت منين، فبتاخدها وبتجري على مستشفى وبتكون بتنزف من الحادثه اللي حصلت، وجوزها بيوصل وبيرجعوا بعدها على البيت وبيكون وشها متدمر من اللي حصل، وبتقوم وبترتب الاوضه، فبيقطع
بتقاطعها بنتها وبتسالها لو هتبقى كويسه، فبتقول لها هتبقى كويسه وبتبوس ايديها. وبعدها في نفس اليوم بالليل انا بتتخانق مع جوزها وبيكون متضايق، وده بسبب ان هي بتقول له على الحادثه، فبيفترض ان هي مجنونه وان كل ده مش حقيقي. وبعدها بحبه بتلاقي الورقه بتاعت دكتور نورمان في جيبها، فبتطبقها وبترميها في الباسكت، وبتفتكر بعدها ان الحادثه حصلت يوم الاربعاء، فبتاخد ورقه وبتبدا تحسب الايام على ميعاد الحادثه، وبتستنتج ان الحادثه هتحصل الاربعاء، وبتفتكر ان هي راحت المستشفى يوم الجمعه، وان نورمان قال لها اعملي سبسكرايب يوم الثلاث، ورجعت تحسب اليوم اللي بنتها اتعورت فيه، وحست ان هي في حلقه زمنيه، فبتروح لجوزها وبتطلب منه ياجل السفريه بتاعته، وجوزها بيرفض وبيحس انها مجنونه، فبترجع تقول له انت هتموت يوم الاربعاء، فبيستغرب من كلامها، ورجعت قالت له جنازتك هتكون يوم الخميس، فطبعا مش بيقتنع بكلامها. وبتصحى تاني يوم وبتمسك صورتهم هما الاثنين، فمامتها بتيجي وبتقول لها ان النهارده الجمعه، فبنعرف ان جوزها كده ميت، وبتكتب اسم كلاي اللي قابلتها في الشغل عنده بخلاف العزاء، فبتروح بعدها على بيت كلاي، وكلاي بتكون بتعيط، فبتقول لها انا عايزاكي في كلمتين، فبترجع كلاي تقول لها ان هي بتخونها مع جوزها، فبتروح بعدها على شركه التامين وبتاخد الوثيقه معاها، وبتقعد مع الموظف بتاع الشركه، وبتكون مصدومه ان جوزها توفى، فبيرجع يقول لها ان التامين بتاع جوزها كبير جدا وهيغطي كل تكاليف حياتهم لحد احفادها، وبيأكد عليها تاريخ وفاه جوزها، وده بيكون يوم الاربعاء، يعني جوزها توفى قبلها بيومين، وبيرجع يقول لها ان جوزها عمل التامين ده وبمبلغ كبير وفي السر عشان كان عايز يامن مستقبلهم، وبيرجع يقول لها انه ضاع في الوثيقه دي قبل الحادثه بيوم واحد، زي ما يكون كان حاسس باللي هيحصل، فبتفهم انه كان بيحبهم. ولما بترجع البيت بترتب كل حاجه وبتتعامل عادي جدا، ومامتها بتستغرب منها عشان بتحس ان هي زي ما يكون عاشت ده قبل كده. وبالليل وهي قاعده في سريرها مامتها بتيجي عشان تشوفها، فانا بتقول لها ان هي كويسه، فمامتها بتقول لها انت مش طبيعيه، فبتبص لها وما بتردش. واليوم اللي بعده بتصحى جنب جوزها، فبتقول له انه ياجل سفريه يوم الاربعاء، والغريب انه بيوافق، فبيروح وبيلعب مع البنات، وانا بتاخد العربيه وبتروح على الكنيسه عشان تقابل الكاهن اللي هناك، فبتحكي له على اللي بيحصل معاها، فبيرجع يقول لها انه سمع عن ده وهتفضل كل يوم عايشه في ده لحد ما تتقبل فكره وفاه جوزها، وان هي في كل مره هتفضل ترجع بالايام وهتفضل عايشه في نفس الحلقه، ومفيش حاجه في ايديها تقدر تعملها او تعرف تغير ده مهما عملت، وكل اللي في ايديها تتقبل وفاته، ووقتها تقدر تكمل حياتها عادي والايام هتعدي. وبيرجع ياكد عليها ان ده مش هيتغير ابدا مهما عملت، والحل الوحيد في ايديها ان هي تودع جوزها قبلها هي وبناتها عشان الحلقه دي تنتهي وتقدر تكمل حياتها مع بناتها. فبتروح بعدها على المكان بتاع الحادثه، بتبص حواليها وبتبدا تفكر، وبتكون مستغربه جدا وبتفتكر الغراب والورقه والمأمور، وفي نفس اليوم كانت بتبص لجوزها، وبيرجع يقول لهم انه بيحبهم قوي وبيكون زي ما يكون بيودعهم. فبتشوف البنات حواليه قبل ما تبص له، فمش بتتقبل الفكره وبتقوم وبتمشي، فبتخرج بره والسما بتكون بتندع ميه، فبيقطعها جوزها وبيقول لها ان ما ينفعش تصرفاتها دي عشان عيالهم هما الاثنين، فبتقول له ما عندناش وقت. وفجاه بيحصل ماس كهرباء وبنشوف نفس الغراب ميت على الارض، فبيجروا جوه هما الاثنين بسبب ماس الكهرباء، وبيبوسوا بعض هما الاثنين وبيقعدوا مع بعض، فبتقول له هتوحشني. وبتصحى تاني يوم وبتجري لان ده اليوم اللي جوزها هيموت فيه، فبتحاول تكلمه وبتبدا تدور عليه في البيت، بس بتلاقي جواب مكتوب فيه انه هيوصل البنات، فبتركب العربيه وبتروح على هناك، وجوزها بيكون في شركه التامين وبيضيع في الوثيقه، وبيخرج بعدها بره المبنى زي ما يكون حاسس انه هيموت. بعدها بيروح على سفريته، فبتجيله مكالمه من كلاي اللي كانت بتقول له ان هي مستنياه، فبيقول لها انه مش هيقدر يعمل ده تاني وانه حاسس بالذنب. فكلاي بتتصدم من كلامه، وبعدها بتتصل بيه مراته اللي بتقول له ان هي عارفه كل حاجه، فبيقول لها انه بيحبها، فبترد عليه وبتقول له وانا كمان ومفيش حاجه هتفرقنا. فبيسالها انت فين؟ قالت له انا وراك بالعربيه، فبيقف بالعربيه بس بتترعب انه وقف في مكان الحادثه، فبتنزل وبتقول له يلف بالعربيه، بس وهو بيلف عربيه بتيجي بس ما بتخبطوش، وانا بتبص عليه، فبيكلمها يقول لها انا كويس، وانا بتكون فرحانه، بس بيقاطع ده عربيه نقل بتيجي، فبتجري عليه وهي بتقول له يخرج من العربيه، فبيلف وراه وبيشوف العربيه جايه ناحيته بس الباب كان مقفول، والعربيه بتكون مكمله ناحيته، وبيبص لها قبل ما تخبطه وتطلع فوق عربيته، وانا بتصرخ لان هي شافت الحادثه، وبيقاطع ده ان العربيه بتنفجر، وانا شافت ده بعينيها، وبتكون مصدومه، وبعدها بتنام على سريرها، وبنتها بتجري ناحيتها وبتقول لها ان هي اتخرجت من المدرسه، وبتفتكر كلام الكاهن، وبنفهم ان هي تقبلت ده خلاص. ولما بتقوم بنشوفها وهي حامل بس، وبيخلص الفيلم على كده. ولو الفيديو عجبك اعمل اشتراك في القناه.